في الحياة ما عندي طمع ولا نعرف والدين، قصتي هم يخلع يحسوا بها المحرومين، ما صبت حل ينفع نوكل رب العالمين. كلمات شعرية نابعة من قلب المعاناة يعبر بها محمد ورفقاؤه مجهولين النسب في الجزائر عن حالتهم المزرية بعد أن ترعرعوا في كنف عائلات لا تربط بينهم أي صلة قرابة لعشرات السنين، فلا وثائق هوية ولا نسب معلوم. واقع مر حول حياتهم إلى مصير مجهول. 35 سنة يعني قاسيت بزاف في حياتي. رحت للوزارة التضامن شحال من خطرة، رحت يعني ما عاونوني حتى بحاجة. الناس اللي كانوا متبنيين منحوني هذا الاسم، بصح هذا الاسم ما يكفينيش حتى ما نعاود حتى اذا كان اسمي حقيقي ولا ماشي اسمي حقيقي، باسكو ما عنديش لا ريزيدونس والنيابه طفله يعني بالتبني، ما نقدر ندير حتى حاجه بلا بها. وماذا بيا يعاوني في المشكل تاع السكنه، باسكو ما عنديش فين نقعد، خطره نبات في لي باتيمون، خطره نبات عند وحده، خطره بيتني بتخبيه خطره. شبكة ندى لحماية حقوق الطفل تعتبر غياب التكفل اللازم بفئة الأطفال مجهولين النسب بعد بلوغهم سن الرشد وطردهم من المراكز ودور الأيتام إجراء سلبي يعمق من حجم المعاناة. إعادة النظر في البرامج، في التكوين، في قضية المرافقة، في الاندماج في المجتمع، ما يبقاش عايش في المركز وبعد 18 سنة يقولوا له روح برا راك أدولت. هذا لازم يتغير. وأكثر من ذلك المراكز لازم إعادة النظر في المهمة تاعها، هي مراكز ظرفية. وفي ظل غياب أي حقوق مدنية يكفلها القانون لهذه الفئة، مطالب من طرف حقوقيون ومنظمات دولية إلى المشرع الجزائري من أجل سن قوانين ومواد لصالح هذه الفئات. هذا الأطفال يعانون من انعدام الوثائق، من الحصول على شغل، أي مشاكل يعني اجتماعية، وأين يتطلب تدخل المشرع لحماية هذه الفئة. يعني بالنسبة لمنظمات العفو الدولي ومنظمات غير أخرى ليس هناك طفل غير شرعي، كل طفل له حقوقه. نحن نطالب دائما يعني أن حقوق تكون نفسها لكل الأطفال. هو حال فئة من الفئات الهشة في الجزائر صنفت ظلما في ملف الطابوهات التي يتحاشى الكثيرون الحديث عنها، ليصبح واقع الكثيرين مزيجا من الإهمال والتهميش.